السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم أخبار الترجي الرياضي التونسي، أخبار الشبان وأخبار الميركاتو. تبعوا معايا الفيديو للآخر، فما برشا نقاط مهمة باش نحكيو فيها في الفيديو هذا. ما تنساش تضغط متابعة ولايك للفيديو. خلينا نبداو على بركة الله. الأخبار الأولاني يهم قطاع الشبان في الترجي الرياضي التونسي، وهو تعيين المدير الفني الفرنسي كريستوف شونتري على قائمة قطاع الشبان. هو المسؤول الأول على قطاع الشبان في الترجي الرياضي التونسي، وكذلك تعيين مساعد له مواطنه الفرنسي كريستيان براكوني. وهذه بصراحة نقطة إيجابية جدا من إدارة الترجي الرياضي التونسي، تعتبر خطوة جيدة لإصلاح قطاع الشبان، واللي يعتبر النواة الأساسية للفريق وكذلك لحاضر ومستقبل الترجي الرياضي التونسي، خاصة في الوقت الحساس هذا اللي بصفة عامة هو الوقت المناسب للبناء. كيفاش نبنيو من القاعدة، ثم يأتي كذلك الإصلاحات الأولية فيما يخص الفريق الأول، وباش نحكيو عليها إن شاء الله في الفيديو هذايا من بعد بالتفصيل. إذن خطوة جيدة كما قلنا من إدارة الترجي الرياضي التونسي تعيين هذا الثنائي الفرنسي، وإن شاء الله كما قلنا تجي الثمار متاع العمل هذا. وبالنسبة للوقت هذا لن نجموا نحكيو على التعيين هذا، يعني المدرسة الفرنسية أو مدرسة إسبانية، مهما كانت المدرسة العمل هو اللي باش يثبت القيمة وصحة هذا القرار، يعني التقييم باش يجي بعد التجربة هذه. إن شاء الله نتمناو التوفيق لهذا الثنائي في المهمة متاعهم. نجيو توا الأخبار الميركاتو والشائعات اللي قاعدة تدور في الصفحات وفي عديد المواقع، وخلينا نحطوا على النقاط على الحروف فيما يخص الموضوع هذا، لأني أنا ما حبيتش نهبط يعني الأخبار اللي ماشية صحة وكل الشائعات هذه، ونسمعوا في تقريبا عشرات اللاعبين اللي باش يجيوا للترجي الرياضي التونسي ومنهم الأجانب. بالنسبة لموضوع الأجانب راهو شائك جدا في الترجي الرياضي التونسي، ما نجموش نحكيو على انتداب في الترجي الرياضي التونسي وانت مازلت ما تصرفتش في الأجانب اللي عندك في الفريق، بما فيهم أولو، بما فيهم يعني رودريغيز ساس. كذلك النقطة المهمة اللي هي فما عديد اللاعبين اللي الأجانب في الترجي الرياضي التونسي مازالوا ما التحقوش، فما لاعبين كذلك مازالوا ما فسخوش العقود نتاعهم مع الترجي الرياضي التونسي واللي هما خرجوا من حسابات الفريق رسميا. يعني الامور هذه نعتبروها الاولويه القصوى توا حاليا في الترجي الرياضي التونسي. لابد نعرفوا رواحنا بالضبط وين ماشيين على الملاعبيه هذم، شكون اللي باش يقعد، شكون اللي باش يخرج، قائمه بالتفصيل. كذلك الاجانب اللي ما عطاوش القيمه وما عطاوش الاضافه للفريق وباش يقع الاستغناء عليهم، لانه انت كي باش تفسخ المهاجم راك باش نجم تجيب المهاجم. لهنا عندنا أولوية قصوى اللي هي عندنا مركز الدفاع ناقص برشا، لازمنا على الأقل أقل تقدير لازمنا مدافع. كذلك فما وسط ميدان، لازمنا وسط ميدان مش اللي يجي وسط الميدان اللي باش يكون في الترجي الرياضي التونسي. والنقطة اللي ناقصة في الترجي الرياضي التونسي هي مركز البوكس تو بوكس. لازم لاعب يعني يكون عنده مواصفات دفاعية ومواصفات هجومية اللي باش يبني لك من الخلف، وهو النقطة الربط ما بين الدفاع والوسط. لازم يكون عنده كذلك افتكاك الكرة، عنده معناتها قدرات بدنية وقدرات تكتيكية مهمة جدا. المركز هذا ناقص في الترجي الرياضي التونسي حاليا. إذا كان باش تجيب لاعب بيفو يقوم لك بالدور هذا، تولي تلعب دو بيفو قدامهم وسط ميدان هجوم. أما إذا كان باش تلعب بالطريقة التقليدية متاع الكاد 2-3-1 اللي تستحق فيها لاعب ارتكاز نيميرو 6 اللي هو في الأغلب ماهوش باش يكون أوكبيلو، ولكن لازم لاعب ارتكاز كما كان عندنا كوليبالي وكما كان عندنا فرانكوم وكل شيء، قدامهم رقم 8 اللي هو باش يكون بوكس تو بوكس عصري، يعني باش يكون عنده مواصفات دفاعية مواصفات هجومية حتى ينجم ينهي معك الهجمة. ولهنا باش نحكيه في الشائعات هذه الكل، فما سامبا كوني اللي هو يلعب في الدوري البرتغالي. الصراحة اللاعب هذا نكرة، ما نعرف عليه حتى معلومة، ما نعرف عليه حتى شيء،
ولا نعرفوا حتى صحة الخبر هذا. كما نعرفوا فترة الميركاتو كما كل فترة ميركاتو تكثر اللاعبية، تكثر الشائعات، تكثر السمسرة، تكثر وكلاء اللاعبين، ويبداو ينفستيو في الجوارات نتاعهم، واللي يحبوا يطلعوا له في الكوتا واللي يحبوا يهبطوا. دونك لهنا مادام ما فماش حاجه رسميه راهو ماناش باش نحكيو عليها، لا على سامبا كوني، لا على اداما كوليبالي اللي كنت باش نخصص فيديو ونهبطوا باش نعرفوا قيمه اللاعب هذا باش نحكي عليه بالتفصيل، ولكن في ظل كونه ما فماش معلومه رسميه ما حبيتش نهبط الفيديو هذا. اداما كوليبالي حسب الاخبار الموجوده اداره الترجي صرفت النظر على اللاعب هذا نظرا للطلبات الماليه المجحفه لنادي الهلال السوداني. بالنسبه سامبا كوني حكينا عليه، باش نحكيو على اوغستين منزور. اوغستين منزور اللي فما اخبار تقول انه اداره الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات مع هذا اللاعب. من ناحيه الصفقه اللاعب هذا تفرجت فيه، اللاعب هذا صحيح ما فماش برشا معلومات وما تنجمش تحكم على لاعب من خلال فيديو معين، ولكن من خلال المتابعه القصيره والدقيقه للاعب هذا ينجح البروفيل هذا في الترجي الرياضي التونسي اللي هو البوكس تو بوكس، وقادر باش يلعب معك ميليو اوفنسيف، دونك يربحك في لي بوست ويربحك في الخيارات. دونك اذا كان تمت الصفقه هذه ممكن، او اذا كان سمعت الخبر يكون رسمي، راني باش نهبط فيديو بالتفصيل باذن الله على اوغستين منزور ونحكيو على القيمه الفنيه نتاع اللاعب هذا. ولكن في الاسماء الموجوده الكل هو تقريبا اكثر اسم ينجح في الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لمعز حاج علي، واللي فما اخبار كبيره تقول انه معناتها في مفاوضات متقدمه مع الترجي الرياضي التونسي وشبه رسمي في الترجي. المعلومه هذه مازال ما فما حتى شيء مؤكد، مازال ما فما حتى شيء رسمي فيما يخص اللاعب، ولو فما معلومه رسميه راني باش نهبطها في الحساب. بالنسبه لمعز الحاج علي راني من اكثر اللاعبين اللي حكيت عليهم، خاصه التوانسه اللي قلت عنده مكان في الترجي الرياضي التونسي، والحلقه اللي تنقص وسط دفاع الترجي الرياضي التونسي. وبالنسبه للترجي يعني في البوست نتاع معز الحاج علي في تونس، راهو في السنوات 3 أو 4 سنوات تقريبا، نحكيو على اخر 2 3 بالتدقيق، راهو احسن لاعب في البوست نتاعو في البطوله التونسيه معز الحاج علي. بالنسبه لعبدو سايدي فما اخبار كبيره زاد كذلك تقول لك انه شبه رسمي في الترجي الرياضي التونسي، ولكن نقول لكم لحد اللحظه هذه مازال ما فما حتى شيء رسمي فيما يخص عبدو سايدي. انا ما نحكي عليه كان كي يبدا رسمي، واللاعب هذا بالذات حكيت عليه برشا مرات في برشا فيديوهات، والمفاوضات صحيحه موجوده، ولاعب بصراحه عنده مكان في الترجي الرياضي التونسي ونجم ينفع الترجي، خاصه في مركز المدافع، في مركز رقم 6 اللي هو السنتينيل. يعني عندك لاعب عنده بوتنسيال ونجم يفيدك في اكثر من مركز، واللاعب مازال صغير، انترناسيونال سينيغاليان 23 سنه، يعني بصراحه قادر، عنده هامش التطور كذلك، وصفقه تعتبر في يعني مقدور الترجي الرياضي التونسي، والافاده نتاعو وبقدره ربي حاصله. بالنسبه توا في ختام الفيديو، الضروريات القصوى في الميركاتو لازمنا اقل شيء 3 انتدابات من الحجم، مستوى اول، ما نحكيش مستوى ثاني ولا مستوى ثالث، لازمنا مهاجم من الطراز الرفيع رقم 9. كذلك لازمنا مدافع صلب بقيمة يعني فنية ممتازة جدا، قادر يعطينا نقلة نوعية في دوري أبطال أفريقيا. كذلك مركز وسط الميدان. باش نرجع إن شاء الله بالتدقيق في الفيديوهات الجاية، خليكم معنا، اعطيونا رأيكم في التعليقات.